أنسو فاتي يعود من بعيد. الفتى الذي أبهر العالم وهو في 16 من عمره يعيش اليوم نهضة جديدة، لكن بعيداً عن برشلونة. نعم، كان عليه أن يرحل ليستعيد ابتسامته التي غابت لسنوات خلف ستار الإصابات والضغوط. في موناكو ولد من جديد، 6 أهداف في أول 5 مباريات ليتصدر قائمة هداف الدوري الفرنسي، ويعلن عودته إلى الحياة الكروية من أوسع الأبواب. منذ اللحظة الأولى التي لمس فيها الكرة هناك، عاد ذاك اللمعان في عينيه، وعاد ذاك الفتى الذي أحبه الجميع بغض النظر عن ألوان الانتماء. ركبته أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وثقته بنفسه تنمو مع كل مباراة. كأن السنوات القاسية التي قضاها في برشلونة كانت مجرد فصل مظلم قبل الفجر. ومع إصابة لامين يامال تتزايد الأصوات المطالبة باستدعائه إلى المنتخب الإسباني قبل كأس العالم القادم. أنسو فاتي ابن 22 عاماً واجه ما لا يتحمله معظم اللاعبين، لكنه لم يستسلم، لم يختفي، بل عاد ليذكرنا من جديد بذلك الطفل الذي جعلنا نؤمن بأن الموهبة لا تموت، وأن الابتسامة حين تعود تعيد معها كل المجد الضائع.